بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نحب نقدم لكم روحي. انا اسمي عبد القادر بن فرحات. اكيد برشا ناس يعرفوني، معناها نعتقد في نفسي انه برشا ناس يعرفوني، لكن نحب نخاطب الناس الكل، ونحب نخاطب الناس اللي تعرفني واللي ما تعرفنيش. انا اسمي عبد القادر بن فرحات، مدير اداره التعديه السابق، وتقريبا معناها اللي فما عديد توانسه ما يعرفوش الشيء هذا، حتى صلب المؤسسه الامنيه. انا مدير اداره التعديه هو اللي يكون رئيس مكتب انتربول تونس، يكون رئيس شعبه الاتصال بالامانه العامه لمجلس وزراء الداخليه العرب، وكذلك البوان فوكال تاع لافريبول في تونس واللي مقرها في اداره التعديه. تقريبا مسيرتي المهنيه الكل حبيت نعطي بشكل برقي معناها سيرتي الذاتيه. عديت ما يناهز معناها ما يقارب 30 سنه عمل صلب المؤسسه الامنيه، واغلبها معناها معظمها عديته في اداره التعديه بالتدرج، من رئيس فرقه وصولا الى اداره معناها مدير اداره التعديه. هذا بشكل برقي، وان شاء الله في مناسبات اخرى معناها تو نوضحوا بعض المسائل. انا صدقا مانيش من هواة الفيسبوك، ولكن للضروره احكام انا وجدت نفسي مجبرا على اني باش نتكلم. والبارح معناها انشات صفحه نتاع فيسبوك باش نخاطب فيها معناها كل تونسي صادق، كل ضمير بتاع تونسي يهمه معناها او تهمه الحقيقه. ان شاء الله باش ما نطولش عليكم، انا نحب نحط كرونومتر باش من بشكل برقي عندي رساله نحب نوصلها، ثم تباعا تو نجيو بتيتا معناها في مناسبات لاحقه ان شاء الله نوضحوا بعض الاشياء. قلت البارح انشات صفحه هبط فيها تدوين، وقلت انه كنت نعتقد أن الصمت معناها هو أرقى وسيلة للرد على كثير من الكلام. هو في الحقيقة مش كلام، وإنما حاشاكم قلة حياة وهتك أعراض. وأنا يعرفوني تقريبا جل أصدقائي يعرفوني أنا مش من نوع اللي نخاف ولا من نوع كذا، لكن جيفيت الفيسبوك ولا نحب معناها نجاوب ناس ولا نحب حد شيء، لكن عندما يتجاوز السب وهتك الأعراض والشتيمة يتجاوز الفيسبوك يولي معناها تلفيق تهم كيدية. فهذا بصراحة صدقا معناها هذا بيرفع عني معناها الحرج متاع الالتزام بواجب التحفظ. هذه تهم خطيرة برشا. عبد القادر بن فرحات قد يكون أنا حتى من خلال إطلالاتي في وسائل الإعلام بشتى أنواعها التونسية كان في إطار تسويق لقضايا صلب وزارة الداخلية، ومش من راسي معناها هذا بتعليمات نتاع القيادة في الفترات اللي خدمت فيها معناها صلب الإدارة هذه. لكن جميع لا عملت لا سواء نقد أو هبط بوست أو معناها نتكلم أو هبط فيديوهات. أنا بصدقا معناها مش من النوع اللي مغروم لأني نمن قد يكون غلط، قد يكون انا غلط في الشيء هذا. نمن اللي معناها المسائل هذه من شانها نتعكر وتعقد الامور، ماهيش هاكم تشوفوا توا في الفوضى العارمه اللي ولات معناها كل شيء ولا متاح وتحكي فيه في الفيسبوك كذا. انا لقيت روحي مضطر باش ندافع على كرامتي وكرامه عائلتي، وقت اللي يكون عبد القادر بن فرحات اخوله هو بكل فخر وجميع حكيت على روحي، وانا معناها صلبه التدخلات اللي عملتها الكل ديما نحكي باسم المؤسسه الامنيه من شرطه وحرس وطنيين. والجوجل معناها اكبر شاهد على العصر، وبامكان اي واحد انه يدخل يكتب المداخلات في اي موضوع ما تو يخرج يشوفوا تدخلاتي معناها صلب وسائل الاعلام. مستحيل اني نحكي باسمي او باسم اداره التعديه، ديما نحكي باسم المؤسسه الامنيه ككل. ممكن غيره مني معناها على المؤسسه الامنيه، قد يكون غلط قد يكون لا، عكس ناس اخرى معناها اللي تتشبث بالدفاع على المؤسسه اللي تخدم فيها او الاداره اللي تخدم فيها فحسب. بون بريف، انا لقيت روحي معناها اللي في
تزامنا مع أحداث مارس، أحداث بنقردان، ونوجه تحية لأصدقائي في بنقردان وأهالينا في بنقردان اللي يعرفوني جيدا. أحداث بنقردان أنا عشتها الكل تقريبا من قبل بدايتها، لأنه أحداث بنقردان تعتقد الناس، وثم فيديوهاتها مش نهبطهم، مش نولي نهبط في بعض الأشياء اللي معناها تأكد أنا خاطر ما مش نتكلم باللغة أخرى بالفرشة معناها الكلام، وتو نعطيكم بالدليل القاطع. وحتى كان ما عنديش حاجة أنا نحكيها ونقول راهو فما صلب المؤسسة الأمنية في الإدارة الفلانية، راهو فما اشتريت فيديو وكذا راهي توثق كل الأعمال اللي قمنا بها، وبالتالي مانيش نجيب نختلق أشياء من راسي وكذا. أنا قلت على خاطر مرحلة اللي خدم أحداث بنقردان، وفما فيديوهات تم تنزيلها تزامنا مع الأحداث هذه اللي عديت فيها تقريبا شهر بالتمام والكمال. وأنا كنت مشيت لبنقردان مع فريق آخر من تابع لدرجة عدلية، وفريق تابع للوحدة الوطنية المتعلقة بمكافحة معناها اللي تخدم في مكافحة الإرهاب بالجرجاني وقتها، اللي بعد نقلوا البوشوشة. مشينا قبل الأحداث نتاع 7 مارس بنهارين، كان تذكر مليح. وقتها تم القضاء على ال5 إرهابيين في منطقة العويجة من مدينة بنقردان. وقتها معناها نعرفوا احنا وعنا ما يتوفر حسب ما توفر مع المعطيات انه فما عمليه باش تصير، وفي اطار الحيطه معناها تنقلنا وعشنا الاحداث من الفها الى يائها، من اولها لاخرها. عديت شهر بالتمام والكمال في مدينه بنقردان، وهذا مش معناها فخر، هذا واجبي، هذا واجبي. ومن ضمن الاشياء اللي عشتها في مدينة بنقردان وقتها، كان على ما أعتقد حتى في الزيارات اللي قام بها تقريبا السيد رئيس الحكومة إن شاء الله ربي يشفيه، سي الحبيب السيد، السيد الحبيب السيد وقت عمل الزيارة، وكنا وضحنا له مع صلبة كان مرفوق بالقيادة الأمنية كل، كنا وضحنا له إن شاء الله ما نتجاوزش الواحد، كنا وضحنا له معناها جميع الأعمال اللي قامت بها الوحدات الأمنية في منطقة بنقردان. وكما قلت هذا مش مزية، هذا واجب. وعلاش قلت نحيي اهالينا في بنقردان؟ لانه نتذكر مليح وقتها ال 24 يوم ال 24 ساعه بليتو الاولى، حتى الماكله ما كليناهاش والماء ما شربناهوش وقتها في الليل، وامة غدوه يجيبونا يطيبونا في الكسكسي، ويجيبوا تقريبا والله حتى في مدن اخرى وفي ولايات اخرى داخل الجمهوريه، تقريبا ولايه صفاقس وتطاوين كان صدقني ربي ومدنين، كانت الاهالي يبعثونا حتى في الاباثه الوحدات الامنيه في الماكله والدخان وغيره. وبالمناسبه هذه ان نوجه لهم تحيه. ممكن انا من الشهود على العصر في، وممكن كنت من المسؤولين خلينا نقولها بكل فخر الفاعلين في القضاء على المجموعات الإرهابية اللي حبت معناها تعمل إمارة داعشية في مدينة بنقردان، ومنها تنطلق الشرارة متاع الإرهاب عكس دول أخرى. لكن هما راو قد يكون مانيش عارف، هما راو أنه مش تكون لهم سهل العملية، لكن معناها وجوبوا معناها بشراسة من قبل الوحدات الأمنية اللي كانت متواجدة في الليلة هذيك اللي صارت فيها الأحداث. ونتذكر وقتها كنت مرفوق بزوز مسؤولين أخرين أمنيين اللي من بعد كان لهم نصيب باش تمت مكافأتهم باش مشاو في بعثات دبلوماسية لبرا خارج أرض الوطن. وأنا وقتها ما تمش إسعافي، لأني معروف الناس كل تعرفني خدام، وقعد تو بشوي لين جات 2021، وهذا مش وقته تو نحكيو فيه. قلت بعد معناها الشيء هذا والتعب والخطر بتاع الموت اللي شفناه، نلقى روحي مجبود في موضوع نتاع إرهاب في قطب الإرهاب. أنا ممكن سؤال لهنا، علاش حبيت نتكلم في نهبط الفيديو هذايا؟ الخشية، كل الخشية أنه قطب الإرهاب
يتم توظيفه معناها لتصفية، خليني نتقيده للأمنيين. أنا مانيش مسؤول على الناس الأخرى ولا مانيش مسؤول عليهم. أنا خليني نحكي على روحي طالما تم حشري في موضوع ظلما وبهتانا. الخشية كل الخشية أنه معناه يتم توظيف القطب هذا في مع الإشارة، وأنه راهو جميع القضاة أن يعرفوني ونحترمهم، وجميع عندي مشاكل مع قضاة ونحترمهم ويبادلوني نفس الاحترام. وسبق وأني عملت مداخلات عديدة ومتعددة في المعهد الأعلى للقضاء في مقرين، ونحييهم ونحيي الإدارة ذيك والمعهد هذاك. تقريبا جل القضاة يعرفوني ويعرفوا حتى، خليني نقول بكل تواضع معناها الكفاءة نتاعي في تفكيك عديد القضايا من قتل وقتل عمد وسطو مسلح على المؤسسات المالية وغيره. ثم معناها النقلة اللي شهدتها تونس بعد معناها تزامنا مع ثورة تونسية 2011، اللي صراحة أنا نرى فيها المرحلة الأولى هي أهم مرحلة لأنه ما عشناش جميع عشنا في تونس معناها عمليات إرهابية مسترسلة وضربات بالشكل هذاك. وكنا تقريبا من سنة 2012 تقريبا إلى حدود 2016 في مرحلة الدفاع فقط. بعد صارت النقلة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، ولا معناها الوحدات الأمنية تبادر وتمشي للنقاط اللي يتمركزوا فيهم، وتصير عديد العمليات الأخرى اللي بصراحة أنا نتجنب أني باش ندخل في التفاصيل هذه. عبد القادر فرحات بعد الأعمال هذه باش نهبط لكم أنا فيديوهات، وبعض الفيديوهات يجد نفسه متهما معناها بقضية نتاع تآمر، ومع شكون والله حتى مع أشخاص. أنا عندي بعثوا لي القائمات، كنت نسقت مع بعض الأصدقاء من المحامين اللي تعهدوا معناها باش يتعهدوا بالملف اللي يتعلق بي. أنا محشور ضمن قائمة اسمية. أنا صدقا في الحكاية هذه قررت أني باش نتكلم وباش نوضح بعض الأشياء، لأنه عندي شبه يقين أنه تم حصر اسمي واسم شخص آخر تقريبا 48 ساعة قبل ما تم ختم الأبحاث وحالتها للقطب الإرهاب في الفترة الأخرانية متاع ختم الأبحاث. علاش؟ ومن قبل شكون؟ من قبل شخص سبق وأنه تورط في عديد القضايا اللي تم البحث فيها سلبة، سواء الإدارة الفرعية القضائية الإجرامية أو إدارات فرعية أخرى. تقريبا قلت عندي شبه يقين أنه نفس الشخص هذا هو ذات الشخص اللي قدم الوشاية. فخيبة المسعى إذا كان يتم الاستئناس معناها بوشاية مغرضة كيدية، مع الإشارة وأنه الشخص هذا سبق وأنه في تواريخ سابقة أنه اشكى بيا واتهمني بزوز قضايا، وبعد من خلال الأبحاث اللي تم إجراءها لدى أحد السادة قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تم التعرف على الشخص اللي كان يمكن فيه من وثائق إدارية. الغاية علاش سألوني، والله نقول لك والله لا نعرف علاش. معناها يكون لي حقد وكره دفين. قد يكون ضريبة النجاح، وأنا متأكد اللي النجاح يخلق أعداء، وخاصة البوست اللي كنت نخدم فيه أنا، سواء لأني قضيت ما يزيد على 4 سنين ونص رئيس إدارة فرعية القضائية الإجرامية، بالإضافة للسنتين تقريبا مدير إدارة الشرطة العدلية، هذا بالإضافة معناها للسنوات الأخرى اللي فيهم رئيس مصلحة، وبالتدرج وصولا إلى مدير إدارة الشرطة العدلية. الخدمة العدلي للي يفهم تخلق برشا عداوات، تفرح الناس اللي ترجى لها حقوقها، لكن في المقابل فما ناس أخرى تشد الغيظ. وأنا الشخص هذا صدقوني ما تربطني به حتى علاقة.
ما نعرفش اجتمعوا هما، انا سميتهم المجموعه السبعه وباش نجيهم مش نحكي عليهم، انا مش هذا موضوعي، لكن اللي يحس في نفسي انه كيفاش معناها شخص، وانا عندي شبه يقين انا كي نتكلم تقريبا متاكد انه هو اللي وراء الوشايه اللي جبدني فيها انا بالاسم، وجبد فيها شخص اخر قيادي اخر لا لشيء، لانه يحب سواديزون يمرمدني، وبالتالي توليت التنسيق. سامحوني البطارية نشوفها. نسقت مع البعض من السادة المحامين باش نقدم بالطبيعة باش يتبع الموضوع هذايا، وباش نقدم شكاية في الغرض لتبيان معناها صفة، حتى مش للعموم، لكن باش يتم التأكد من أنه الواشي هذا، وأنا عندي شبه يقين، إذا ما قلتش يقين شبه يقين، أنه هو نفس الشخص اللي سبق معناها عنده معي أنا عديد المشاكل، وسبق وأنه تورط في عديد القضايا وأودي على أثر السجن، كل وين يخرج يعاود نفس الحكاية. وفي الحقيقة مش واحد برك، هما في حدود 7 أشخاص نضافوا لهم بعض الأطراف الآخرين اللي دوسياتهم الكل عندي. أنا نحب من خلال الفيديو هذا نخاطب كل عقل متزن، وخلوا إذا كان قد يكون محمد ريان الحمزاوي ربي يفك غلبته، وإن شاء الله ربي يفرج عليه إذا كان مظلوم. أنا صراحة وصدقا من خلال الإجراءات، ومانيش نعلق عليها الإجراءات، باش نحب نخزر الشطر الفارغ بليتو المعبي نتاع الكاس، لاني باش نحكي على إجراءات، ولاني باش نحكي على الجانب الآخر نتاع اللي يهم القضاء. أنا الناس هذيا محمد ريان الحمزاوي ارتأت فيه الناس انه مظلوم، انا صدقا ما نعرفش شنو التفاصيل، لكن من خلال اللي قريته من المحاضر اللي جاتني من محامين، لاني كلفت محامين، ما عندي بعض التعليقات نحتفظ بها من نفسي، عندي بعض الاشياء نحتفظ بها من نفسي، وما باخلاقي ما تسمحليش اني باش نحكي فيهم في الفضاء الافتراضي. لكن انه توصل انه يتم حشر اسم في الفاز فينال نتاع ختم ابحاث لا لشيء، لانه سواديزون باش نمرمد اكس او ايكغيك، فهذا ما هيش اعمال نتاع ذي قلة احياء. انا بصدق انا حكيت لكم قد يكون على بن قردان ولا مكافحة الارهاب، ومش نهبط عديد الاشياء اللي على الاقل انا نفتخر انه في الفترة اللي خدمت فيها، وزملائي يعرفوا الشيء هذايا، في الفترة اللي خدمت فيها انتقلنا فيها من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وتتذكروا وتواسي يتذكروا، والنجم حتى اللي ما يتذكرش يرجع الانترنت تو يتذكر معناها. وتو نهبطوا بعديد الدراسات اللي تقامت حتى مؤخرا في شهر مارس، تو نهبطها معناها كيفاش تم تصنيف تونس ضمن القوائم السوداء، وبناء على الليفور اللي صار الكبير ما بين شرطة وحرس. ونحيي لهنا بعض من الزملاء من الحرس الوطني على راسهم السيد عمار الفالح، اللي يعرف جيدا عبد القادر فرحات شنو العمل، يعني نحترم ياسر السيد هذا اللي خلى ساقه في الجبل، خلاها ساقه. ومع هذا خرجت له بعض الناس الابطال الورقيه اللي يخرجوا في البلاتوات ويتصدروا البلاتوات ويتكلموا ويسبوا ويحلوا ويناقشوا، وهما لنهار جو دي بيان لنهار حضروا على كرتوشه كان شي في الشون دو تير، عمرهم تغسلوا لكن في التحليل وليو قويين ولاو ابطال من ورق. احنا ما التزمنا السبت، ما حبيناش معناها نتكلموا كرجال دولة، ما نحبوش نواحد. لكن أنا بصراحة نخاطب كل تونسي من محامين ومجتمع مدني، نطلب أنه مش يتم كشف الواشي اللي يجبد لي اسمي أنا للعموم، وإنما يتم كشف
أو السيد قاضي التحقيق المتعهد يطلب من المحكمة الابتدائية بتونس جل القضايا اللي تورط فيها السيد هذا، ومنين تعدت تلقاو اللي الإدارة الفرعية القضائية الإجرامية في إطار تطبيقها للقانون، لأني أنا ما عنديش أغراض شخصية معاه لا شكيت بيه لا، في إطار تطبيقها للقانون قامت بالواجب، تم إجراء التحريات ثم الأبحاث المستوجبة، وتم ختمها وإحالتها للنيابة العمومية اللي ترتئي في النهاية أنه باش تودع إنسان أو تخليه بحالة سراح. سوف تتأكد من أنه السيد هذا عنده سبق تورط في العديد من القضايا، وسبق وأنه جبدني في العديد من القضايا كيديا لغاية التنكيل بيا، وأنا مانيش نتكلم من فراغ، نعرف شو نقول، ونلتمس من كل مواطن تونسي شريف أنه يدقق في النقطة اللي حكيت فيها، لأني أنا متأكد منها، خاصة وأنه ما عندي حتى علاقة بالأشخاص اللي تم ذكر أسمائهم أو سرد أسمائهم في القضية هذه اللي نتجنب باش نحكي عليها وما نحبش نحكي عليها. لكن متى تبين لي وقت اللي ما نلقاش حقي، نلقاش ناس باش تاخذ لي حقي، راني باش نلتجئ اني باش نسمي الناس هذوما بالاسم، ومش نجبد لهم دوسياتهم، باش نفرش لهم اوتروموندي الدوسيات نتاعهم، وان شاء الله في القريب العاجل باش نحكي لكم على بعض الاشياء الاخرى اللي تتعلق بباقي المجموعه الجوقه هذه اللي سميتهم انا المرتزقه السبعه، اللي يجلهم واغلبهم هم عصابه متاع تمعش، متاع ابتزاز، وهذا مش كلام، دوسيات عنا باش نختار الفرصة المناسبة وتو نحكي فيهم تفصيليا ونرجع فيهم بالزمن، معناها لظروف المواضيع هذه كيفاش صارت وعلاش صارت، فيهم حتى شكون متحسن بالفرار في فرنسا، مورد في قضايا متاع تدليس عقارات، تقريبا موصل يجي 60 سنة، مغروم مع عبد القادر بن فرحات، كل يوم يهبط ويسب فيه، وان شاء الله على قريب مش يتم كشف عديد الدوسيات، وان شاء الله السلطة تتحرك، ان شاء الله السلطة الحالية تتحرك، لانه الظلم راه مش باهي، الظلم ماهوش باهي. قد يكون اخطأت، قد يكون عن غير قصد، قد يكون، لكن انا ما نتصورش روحي، كنت حريص جدا في اعطاء تعليمات لمنظورية، حريص جدا ان نطبق القانون ونحترم الناس، والله العظيم حتى في سبيل على سبيل معناها الذكر، فما نتذكر في عديد عندي والله كله مدون، فما شكون حتى يقضي عقوبات السلب والحريه ومن بعد يجي يسلم عليك ويستكثر خيرك ويقول لك بارك الله فيك، معامله حسنه، معامله كذا. انا حبيت نهبط الفيديو هذايا، مانيش خايف من، يعرفوني اصدقائي اني ما نخافش وما نرجعش وما نرخش، ويعرفوني اصدقائي اني ما نحبش الفيسبوك وما نحبش نجاوب العباد، بالنسبه لي انا الصمت هو احسن رد للناس هذوما، للفئه هذه الظالمه. لكن كما قلت، عندما تلقى روحك مجبود في قضيه بالشكل هذا، فبصدق انا ما عادش نولي مجبر اني باش ندافع على كرامتي وكرامه عائلتي، خاصه وانه من أصعب الفترات اللي عديتهم في مسيرتي المهنية هي من 2011 إلى حدود تقريبا 2019، اللي هي أصعب فترة عديناها. فعلا كانت فيها ال 16-17 بعد أحداث بن قردان بشوي، وآخرها معناها اغتيال الشهيد محمد الزواري.
ان شاء الله باش نرجعوا لبعض المواضيع، مش تو في فترات لاحقه، ونعتقد اني طولت وتجاوزت حتى الوقت اللي قلت عليه. ان شاء الله في المستقبل القريب اذا كان ما لقيتش معناها تجاوب فيما يتعلق بالطلب متاعي، باش نكون مضطر اني باش نفشي او باش نعطي الاسماء متاع الناس هذوما. وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، وشكرا على الاصغاء. واني جايكم يا روسيات، اني جايكم. شكرا.